بص يا خالد، احنا اهل وعيله مع بعض. يعني تتضايق نطبطب عليك، تزعل نواسيك. انما موضوع بقى فلوس وسلف يا ريت بلاش، يعني خلينا نفضل اهل كده. يعني ايه؟ يعني انا هفضل في اللي انا فيه ده لحد ما اموت؟ لا طلعني يا ابراهيم. ايه؟ طلعني منها يا ابراهيم. خلصني بقى من القرف والذل اللي انا فيه ده. انا زهقت وتعبت وقرفت. خير؟ ما هو بصراحه انت قاعد تتريق على الواد وفجاه قلبت امينه رزق اهو، يعني اداؤه عج اداؤه صح؟ هايل. شديد. بص يا خالد، انا عايزك تهدي اعصابك. بقول لك ايه، احنا رايحين بلغاريا، تيجي معانا؟ تيجي معاك عامل ايه بس في بلغاريا دي؟ تيجي تهدي اعصابك كده ونعمل ذكريات جديده واهل وعيله. واذا كان على الست ام ليس ما تقلقش، انا هكلمها واستاذنها واقول لها ما تقلقيش عليه، هو هيبقى معايا. تقلقيش عليه. معلش يا خالو، هو انت هتكلم ام ليس ولا والدته؟ سكتي راجلك عشان هيتهزق. بس يا حسن بس بقول لك استاذنها بس. طب والله يا خالو فكرة حلوة، ما تيجي معانا ولو على الفلوس ما تقلقش أنا هسلفك. يا سلام. مستني انا بقى منك فلوس علشان انتوا مسافرين امتى؟ كمان اسبوع كده. الساعة كام؟ على العصريه. وراك حاجه العصريه كمان اسبوع؟ لا انا موافق اسافر معاكم. وانا بصوا انا هاكد عليكم، ماشي تمام؟ هاجي. سلام. ده لسع خالص. ضرب، الله يكون في عونه. هذه هي الحياه، ليس الغنى غنى المال. بس بقى يا مقشف بقى، ونزل رجلك واحترم نفسك. الو يا تسوقي، ازيك يا حبيبي؟ عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ طمني عليك. تمام الحمد لله، تمام كويس. قول لي يا تسوقي، انت لقيت صفه في الموضوع اللي انت كنت بتكلم غازي فيه؟ الحاجات اللي انت كنت عايز تصفرها دي. بجد؟ طب قول لي، هو الناس دي ممكن تستلم الحاجه من بلغاريا؟